يا مساء الفل، عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين. هنعمل مع بعض النهارده موهيتو البطيخ. ده بيبقى غالي جدا يا جماعه في الكافيهات والمطاعم. احنا هنعمله في البيت بمكونات سهله جدا وبسيطه، واكيد موجوده عندنا بقى دلوقتي في الصيف. كلنا عندنا البطيخ والنعناع والليمون. اول حاجه كده انا عندي ليمون وقطعته كده شرايح وشلت منهم البذر، والبطيخ برضو قطعته قطع صغيره وبرضو شلت منه البذر. والنعناع دوت فريش علشان برضو بيدينا نكهه حلوه قوي وشكل حلو قوي في الكيس. اول حاجه جبت طبق وحطيت فيه شويه سكر كده. احنا هنزين الكوبايه. انت ممكن تعملي المرحله دي بدل ما تحطي على طرف الكوبايه ليمون، ممكن تحطي عليها عسل وتحطيها في السكر بعد كده، هتدي شكل حلو قوي. انت ممكن ما تعمليش الخطوه دي، بس انا حبيت ان انا اعيش كده اجواء الكافيه بقى وبتاع، فاهمين؟ بس ابتديت بقى ان انا احط كده الكاس في السكر بالشكل ده، وكاسيته كله على حرف الكوبايه، كاسيتها كلها بالسكر. هبتدي بقى انزل بالبطيخ، وهبتدي بقى ان انا اجيب اي حاجة كده ان انا اضغط عليها على البطيخ عشان ينزل المية بتاعته. هعصره يعني، احاول ان انا افتفته، بس انا مش هحطه في الخلاط، انا هضغط عليه كده علشان ينزل المية بتاعته. وهبتدي بقى، انا عندي خلاط بيكسر التلج، بس انا الصراحة كسلت ان انا اطلعه، فابتديت جبت كده كيس تلاجة وحطيت فيه، او كيس سندوتشات، وحطيت فيه شوية تلج، وابتديت بقى كده بالمدق ادق كده التلج واكسره. الموضوع ده سهل عليا جدا، فكرة ان انا اطلع الخلاط واحط فيه التلج واكسره واحطه في الكوبايات، وهبتدي ان انا انشف الخلاط تاني واحطه فحسيت اللي هو حوار، فانا استسهلت الصراحة الكيس السندوتشات دوت، وانجز معايا الصراحه، وكانت فكره ممتازه. بس انا كنت هعمل الخطوه دي لو كنت هعمل عصير اصلا في الخلاط، بس ليه يعني اطلع الخلاط واهلكوا معايا وانا اصلا الموضوع مش مستاهل. انا عايزاكم بقى تشجعوني بشير ولايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تكتبوا لي وكمان تكتبوا لي كومنت حلو منكم يشجعني ان انا انزل فيديوهات اكتر، واكتبوا لي الوصفات اللي انتم مميزين بيها لو انتم عايزيني اجربها، واقول اسمك في الفيديو اللي انا هعمل فيه وصفة. انا كده خلاص كسرت التلج، بصوا بقى شكله عامل ازاي، كان حلو قوي. ابتديت ان انا احط بقى شرايح الليمون والنعناع واضغط عليهم كده ضغطين. المفروض كنت اعمل الخطوه دي مع البطيخ، بس انا نسيت الصراحه. وبعد ما اخلص بقى الخطوه دي هنزل عليه بكميه التلج كده، كميه محترمه. هو اصلا بيعتمد على التلج عشان يبقى ساقع كده، وفي نفس الوقت وانت بتشربي تقرقشي كده التلج، فاهمه قصدي؟ بس هبتدي بقى ان انا احط شريحه الليمون كده في الكاس التاني، ونزلت عليه بقى بسبيرو سباتس اللي هي 7 الخضراء، اللي هي السيفن عادي السبرايت يعني، بس اللي هي سبيرو سباتس تمام عشان مقطعه. بس ونزلت عليهم بقى بالشكل ده. بصوا كان شكله حلو جدا والطعم كان خطير بجد. انت لو شربتيه في مكان، في كافيه او في اي مكان، هتدفعي فيه مبلغ، ومش هيطلع بقى بالحلاوه اللي انت عاملاها. طبعا حاجه انت عاملاها وغسلاها بايدك وضمناها. وحاجات سهله جدا ومكونات بسيطه ممكن نقدر اللي احنا نجيبها. الحاجات اللي انت ممكن تقدري تجيبيها وتجربيها وتعمليها في البيت، يستحسن انك انت تعمليها في البيت. انا بعمل كده، مثلا لو في اكله حلوه عجبتني بره كلتها، بحاول بفضل وراها لحد ما اجيب اقرب طعم ليها، او بحاول ان انا اجيب طعمها بالظبط، فاهمه؟ بس انت حاولي ان انت تخترعي وتقفي في المطبخ وتتشجعي.